السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي، حلقة من المغرب التفاصيل. نستهل هذه الحلقة اليوم بإنجاز تاريخي للمنتخب الوطني المغربي الذي بلغ المباراة النهائية لكأس أفريقيا الأمم المغرب 2025 للمرة الثالثة في تاريخه بعد التتويج الأول سنة 1976 وبلوغ المباراة النهائية في الدورة 2004 بتونس، وعقب فوز على المنتخب النيجيري بركلة الترجيحية 4-2 بعد تعادل السلبي في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين. ونتيجة مباراة النصف النهائي الأول، تمكن المنتخب السنغالي من تحقيق الفوز على المنتخب المصري بهدف دون رد ليحسس بطاقته التأهل إلى مباراة النهائية. أما بخصوص المباريات الختامية فقد تم تحديد مواعيدها التالية: مباراة ترتيب المركز الثالث والرابع، المنتخب المصري سيواجه المنتخب النيجيري يوم السبت 10 يناير 2026 على الساعة 5 مساء. وفي مباراة النهائية التي ستجمع بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب السنغالي انطلاقا على الساعة 8 ليلا بمجمع رياض الأمين مولى عبد الله بربان. مباراة قوية وحاسمة ينتظرها الجمهور المغربي بشغف كبير، وكل التوفيق للمنتخب الوطني المغربي في هذه المباراة النهائية من أجل التتويج باللقب الثاني القاري وإسعاد الجماهير المغربية من تنرى إلى القمة. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة اليوم من برنامجكم القادم من المغرب. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. نرجو منكم مرة أخرى لا تنسوا الاشتراك والمشاركة لهذه القناة صوت بقرة تي. دائما كان معكم قناة صوت بقرة تي، وإلى الحلقة القادمة بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.